مهم جدا ان احنا نشغل القرآن في البيت، وخاصة لو عندنا اطفال صغيرة مهمة جدا اذاعة القرآن الكريم تفضل شغالة طول الوقت. بس الاهم ان احنا نقرأ القرآن علشان ما نهجرهوش، وده بناخد عليه اجر اعلى بكتير جدا من ان احنا بس بنسمع، وانتوا اكيد عارفين ده. فمن الحاجات اللي شغلتني جدا انه القرآن محافظ جدا على لغتنا العربية. القرآن هو اصل اللغة العربية، وفي نفس الوقت هو فيه كل مخارج الحروف اللي احنا محتاجينها. طب ليه ممكن نعلم طفلنا المخارج بتاعت الحروف في ألف بطة وباء يا ربي باء بطة وألف أرنب وحاجات زي كده، في حين إن إحنا ممكن نعلمه ده في القرآن؟ فمن ضمن أساسيات يومي إن أنا بقعد أنا وأيمن نقرأ قرآن مع بعض بس بحروف واضحة. هل هو فاهمني؟ على الأغلب لا، بس عارف وحاسس بمخارج الحروف اللي أنا بقولها ومركز في اللي أنا بعمله، عشان هو لسه صغير فهو بس معدل تركيز مش اكتر. فبالتالي لما يبدأ ينطق هتخرج الحروف من المخارج الصحيحة، فلما اجي اعلمه القرآن بعدين مش هيبقى الموضوع بالصعوبة اللي احنا متخيلينها. زائد ان انا بركز شوية على المدود، على الغنة، على التنوين، كل المخارج بتاعة التجويد ان هي تبقى صح بحيث ان هو يفهمها. ده اولا هيعزز عنده ان هو يتكلم بشكل صحيح بمخارج حروف صحيحة، زائد انه كمان هيعزز عنده ان هو يتكلم بدري او ان هو يتفاعل بدري، زائد انه لما اجي اعلمه القرآن بعدين مش هيصعب عليا ده. فممكن تعملوا كده مع اولادكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ايوه يا لولو.